صدرت أخبار جديدة من فابريزيو رومانو عن ريال مدريد عن المدرب القادم وإقالة أربيلو واللاعبين المغادرين. قبل كل شيء نادي مدريد يستدعمنا بلايك ويلا نبدأ. فابريزيو رومانو يقول على أربيلو باللي مستقبله حتى الآن غير واضح، لكن كاين مناقشات داخلية حول مستقبل أربيلو. أداؤه أمام السيتي وأداؤه أمام باير ميونخ هذا يعطي أفضلية للبقاء، يعني بالمقابل صفر ألقاب صفر نتائج، لا يوجد تعويض كبير، يعني هدف ريال مدريد إقالة مدرب، ونسبة إقالته كبيرة جدا، لكن حتى الآن لم يتخذ القرار. أما بالنسبة ليورجن كلوب راه يستنوا فيه ريال مدريد باش يدير الخطوة الأولى للعودة للتدريب، ثم يتم الاتصال به من ريال مدريد. أما بالنسبة لمورينيو شخصيا يريد عودة لريال مدريد، لكن في ريال مدريد اسمه غير مطروح تماما. أما بالنسبة لزيدان فقد أخبر ريال مدريد بأن لديه عقد شفوي مع فرنسا، وبالنسبة لديشو ما كانش اتصال بينه وبين ريال مدريد، يعني قضية ملغية واسمه غير مطروح. أما بالنسبة للاعبين فأولهم فينيسيوس. بيريز حتى الآن يريد بقاء فينيسيوس، لكن فيني لم يوقع على عقد تجديد حتى الآن، وما زال خيار التجديد مطروح فوق الطاولة. وبالنسبة لروديغر وضعيته مع ريال مدريد راه 50%، حتى الآن ريال مدريد ما قدمش عرض تجديد لروديغر، لكن على الأغلب راح يكون عرض تجديد لمدة عام. أما بالنسبة لكارفاخال فهذا على حسب المدرب القادم إذا كان يعتمد عليه أو لا، وريال مدريد في الوقت الحالي لا يريد فقد ثقة هذاك اللاعب أو الروح أو القائد في النادي مثل ما فقدها مع مودريتش، ونسبة 99% كارفاخال راح يغادر النادي. وبالنسبة لألدا رسميا هو أول مغادرين في النادي. أما بالنسبة للأسماء الآخرين كامافينجا، سيبايوس، ماستانتونو، غونزالو غارسيا، هادو أغلبية راح يكونوا يا إما إعارة أو يتم البيع.